السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك تفضل. الله بالخير. وياك. حياك الله يا شيخ. معك محمد بن عبد العزيز من الرياض. تفضل يا مرحبا يا أخي محمد. حياك ربي يا شيخ. ما أدري في القانون السوسيال هذا اللي في السويد وألمانيا، ما أدري هل سمعت به؟ لم أسمع به. عليه. طبعا هو عبارة عن برنامج أو نظام لحماية الأطفال في السويد وألمانيا، ومعناه يعني أنه نزع أطفال المسلمين من آبائهم وأمهاتهم والذهاب بهم إلى جهات تنصيرية وإلحادية، ويعني ولتعليمهم وإجبارهم على الشذوذ. ولذلك يعني من الجيد يا شيخ أنه مخاطبة المسلمين هناك في عدم الذهاب إلى مثل هذه الدول، خاصة السويد. فالمسلمين هناك يعانون، المسلمون هناك يعانون، يعني الذين تورطوا وذهبوا إلى هناك عانوا كثيرا في هذا الموضع، في هذا الوضع. ورأيت وشاهدت ووقفت على حالات لو رأيت بكاءهم عند خطفهم لهالك الأمر واستهوتك أحزانه. يعني أقترح على فضيلتك. لا عفوا، أولا بس أسأل سؤالا، يعني كيف يتسنى لهم أخذ هؤلاء الأطفال خطف وليه؟ طبعا خطف على مستوى الدولة هي التي شرعت هذا النظام، الذي خطف مقنن. أي صح، وهذا من سلبيات التجنس بهذه الجنسيات. وقد سألت سائلا من قبل يريد أن يتجنس بجنسية إحدى الدول الكافرة هنالك في أوروبا عن سلبيات التجنس. قال على سبيل المثال، وإخوة يصححون لي إذا كان كلامه خطأ، على سبيل المثال يقول لك ابنتك لماذا لا ترقص مع الشباب مع زملائها؟ لماذا لا تستحم في حمام السباحة مع الزملاء؟ لماذا؟ فينذرونك مرة أو مرتين، إن لم تنتهي وتوافقهم على ما يريدون نزعوها منك وجعلوها تتربى في بيت آخر بما فيه من بلايا. لكن ما تصورت أنهم يجبرون الطفل على فعل قوم لوط الذي لا يجبرونه. وأنا سمعت امرأة سورية تقول خرجت من ويل بشار وذهبت إلى السويد ويا ليتني قتلت هناك أنا وابنتي فنكون شهداء، وابنتي اليوم قد تنصرت. هكذا تقول هذه الأم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نشكرك، ولهذا بيان متسع إن شاء الله بإذن الله. أشكرك. ولذلك أنا يا شيخ أقترح عليك يعني أن مع الإلقاء أن تكتب بيانا مكتوبا، يعني فلعل يكون له حظوة في عدم الذهاب إلى تلك البلدة والاطلاع على هذا البرنامج اللي يسمى السوسيال. أنا أتمنى أن تطلع عليه. أبشر إن شاء الله، ولك الشكر بعد الشكر الله. جزاك الله خير وبيض الله وجهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نتقدم بالعزاء وخالصه للأخ الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسان أبي أحمد حفظه الله، في وفاة أخيه وهبة رحمة الله تعالى عليه، فقد توفي هذا اليوم السابق عن الآنف، وصلوا عليه. فأسأل الله أن يلهم أهله الإيمان والتقى والرضا، وأن يجعل هذه الليلة ليلة سعيدة عليه في قبره، وأن ثبته عند السؤال. أتقدم بالعزاء للأخ الشيخ محمد حسان حفظه الله، ولأخيه الشيخ محمود حسان حفظه الله، ولأخيهم الشيخ حسن حفظه الله، ولآل حسان رحم الله ميتهم وأنار قبره وألزمهم الإيمان والتقى. بارك الله فيهم.